هنعمل اللحمة المشوية. أنا شخصيا بعشقها. هعملها معاكم بتتبيلة مميزة جدا. اللحمة هتطلع معاكم دايبة دوب، ورز مبهر طعمه بقى خطير. أول حاجة هنفرم بصلتين متوسطين فرم ناعم جدا عشان ننزل منها السوائل ونستخدم مية البصل بتاعتها. هزود عليها معلقتين كبار من الزبادي ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وهنقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. مش هضيف اي اضافات تانية. هستخدم شرايح الستيك. يفضل ان قطعة اللحمة تكون طرية ويكون فيها نسبة من الدهن على الجنب بالشكل ده. هنزل بقى بالتتبيلة، اشربها كويس جدا من التتبيلة ونقعدها فيها مش اقل من ساعتين، ويفضل لو ليلة كاملة. هنستخدم بقى صينية او جريل نسخنها كويس جدا على النار، وبعد كده ننزل بقطع اللحم. مش هنضيف اي مادة دهنية، هي هتسوي نفسها بنفسها. والنار على درجة حرارة أعلى من المتوسط. أول ما تاخد لون من جنب هقلبها على الجنب التاني لحد ما تاخد لون الشوي الجميل اللي كلنا عارفينه. وبعد كده هبدأ إن أنا أهدي النار عليها. فضلت أشوح فيها لحد ما وصلت للون اللي أنا عايزاه، وهنا بدأت إن أنا أهدي النار. وهنحضر فويل، هغطيها بورقة فويل لمدة 10 دقايق لربع ساعة. وهنكون محضرين قطعة فحم عشان تدينا ريحة الشوي. هوسع لها مكان واحط ورقة فويل وفيها الفحم، واحط عليها نقطتين زيت، وبعد كده ارجع اغطيها تاني وهسيبها دقيقتين 3 لحد ما تخلص بخار. وبعد كده ارجع افتح عليها وهحفظها بقى في ورقة الفويل بالشكل ده. هحطهم فوق بعض عشان تفضل محتفظة بالسخونة بتاعتها، وفي نفس الوقت هتطرى اكتر. وفي حلة على النار معلقة كبيرة زيت، معلقة كبيرة زبدة. هنعمل الرز المبهر. هنحط معلقة من الكركم، رشة من السبع بهارات والكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة قرفة، حبهان، ورق لورا. الريحة بقى خطيرة. ميكس البهارات ده تحفة. هننزل بكوباية ونص من الرز البسمتي مغسول ومنقوع نص ساعة ومتصفي كويس من المية. هنشوحه بقى مع ميكس البهارات، وبعد كده هنحضر 3 كوبايات من المية المغلية. وهحط مرقة لحم ماجي، هستغنى عن الملح خالص، وكمان هديها رشة من الفلفل الأسود. هسيب المية تغلي خالص لحد ما تتشرب المية، وبعد كده ههدي النار واحط الغطا لحد ما تتبخر. وبعد كده هتلاقوا الرز معاكم مفلفل وبجد طعمه خطير. هعمل بقى صوص الطحينة. معلقة كبيرة من الطحينة البيضة، معلقة كبيرة من الخل. هقلبهم كويس وهنزل بمية فترة واحدة واحدة لحد ما اوصل للسمك المطلوب. هحط معلقة صغيرة ملح، كمون، شطة، نص عصير ليمونة، معلقة كبيرة زيت. هقلبهم كويس وهحط رشة شطة من على الوش بالشكل ده. وبقى عندنا صوص طحينة جامد جدا. هنقدم بقى الأكل. عملنا رز مبحر خطير. اللحمة المشوية بقى طعمها بجد والله حكاية. هتبطلوا انكم تشوها برا. لذيذة بشكل غير طبيعي، وهتطلع معاكم دايبة دوب مظبوطة 100%. لازم بقى تجربوها في البيت، وهستنى الكومنتس بتاعتكم. يلا باي باي.